روح اكتوبر دي هي اللي خلت المصريين في حرب اكتوبر. العالم كله كان يبص على الشعب المصري انه شعب منكسر بعد خارج من الهزيمه وخارج من حرب استنزاف وخارج من دمار اقتصادي يعمل نصر. العالم كله بيتكلم عنه حتى الان، والمؤسسات العسكريه في العالم كله بيدرسها. العالم كله كان فاكر انه الشعب المصري خلاص انتهى، مفيش، الشعب المصري مش هيقوم له قومه، الجيش المصري تم تدميره بالكامل. انا اذكر وانا في ثانوي حكى لي مدرس اللغه العربيه، بيحكي لي كان شارك في حرب اكتوبر، بيقول لي انه في لما قامت الحرب وهم كانوا في المقدمه في الطليعه، عسكري زميله مصري لما مسك العسكري الاسرائيلي مسكه من رقبته وكاد يموته. هو اللي حاش عنه لانه كانوا عايزين ياخدوه اسير مش عايزين يموتوه. فبيقول لي ان انا مسكت زميلي كأنه مش هو زميلي، كأني ماسك وحش تحول في لحظة لحاجة تانية خالص. هي دي روح أكتوبر، هي دي روح أكتوبر اللي خرجت جواه الوحش اللي ممكن يعمل المستحيل، يعمل معجزات. احنا في زمن مفيش معجزات، لكن احنا ممكن نعمل معجزات من خلال ان احنا نستلهم من جوانا روح أكتوبر. بالمناسبة اللي حصل في موضوع شهادة استثمار قناة السويس ده ممكن نسميه برضه روح أكتوبر. المسألة دي في 8 أيام يتجمع 64 مليار جنيه في 8 أيام. دي معناها إن الشعب محتاج اللي يحرك جواه المشاعر الوطنية، يحرك جواه المشاعر اللي يرتبط إزاي يعبر عن حبه للبلد.